غلطة بسيطة ممكن تضيع مجهود سنين، والغلطة دي رغم بساطتها إلا إنها كفيلة تنسف قطيع كامل في أيام معدودة. وللأسف شفنا ناس كتير خسرت طيورها بسببها. ودي أكتر غلطة بشوفها عند المربين الجداد، هي إنهم يشتروا حمام ويدخلوه على القطيع مباشرة من غير عزل. وده أخطر شيء ممكن تعمله. ليه؟ لأن السوق مليان حمام مريض حتى لو مفيش أعراض واضحة، واختلاط الحمام هناك بيسهل انتقال الفيروسات والبكتيريا بشكل كبير جدا. وبرضه لو هتشتري من غاوي ممكن تكون طيوره حاملة لمرض سواء يعرف أو ما يعرفش، وده كفيل إنه ينقل العدوى عندك ويبوظ لك عنبر كامل من الطيور. غير كده كل قطيع متكيف ومتأقلم مع بكتيريا وفيروسات معينة. لما تدخل حمامة جديدة ممكن تنقل مرض أو حتى تصاب هي نفسها، وده خطر كبير على القطيع كله. علشان كده لازم تعطي الحمام الجديد فترة للتأكد إنه سليم تماما، وتستقبله بطريقة صحيحة وآمنة بدون أي مخاطرة. لكن قبل ما نتكلم عن الاستقبال، في نقطة مهمة جدا. لو بتنزل السوق كتير، غير هدومك أول ما ترجع، اغسل إيدك بالصابون كويس جدا، ولو عندك مطهر استخدمه. وبلاش تدخل لعنبر الحمام بنفس الحذاء اللي كنت لابسه في السوق. الحذاء بينقل عدوى أكتر مما تتخيل. طب دلوقتي إزاي تستقبل الحمام الجديد؟ أول خطوة العزل. اعزل الطيور في مكان منفصل بعيد عن طيورك لمدة من أسبوعين ل3. العزل مش بس لحماية القطيع، لكنه كمان بيدي فرصة للطيور الجديدة للتأقلم تدريجيا مع البيئة الجديدة. تاني خطوة التطهير فور الوصول. رشهم بمطهر قوي زي فيركون اس أو محلول برمنجانات البوتاسيوم من الصيدلية البشرية، سعره رخيص ومفعوله ممتاز. ثالث خطوة الدعم الغذائي والمكملات. خلال فترة العزل الطيور بتكون تحت ضغط من النقل والتغيير، ولازم تدعمها غذائيا وصحيا. قدم خل التفاح وفيتامين سي لمدة 3 أيام لدعم الجسم والتخلص من السموم. مضاد فيروسات لمدة 5 أيام لتعزيز مقاومة الجسم ومنع أي نشاط فيروسي. فيتامينات متكاملة لمدة 3 أيام زي جروفيت بلاس أو سوبر أمينوسول لرفع المناعة وتجهيز الطائر للاندماج مع القطيع. أملاح معدنية لمدة 3 أيام لتعويض أي نقص وتقوية الجسم بعد فترة النقل والضغط. يوم خميرة لضبط الهضم وتحسين الامتصاص وتثبيت البكتيريا النافعة. في خلال فترة العزل المتابعة اليومية مهمة جدا. راقب نشاط الطيور، وهل الطيور بتتحرك كويس ولا لأ. راقب إقبالهم على الأكل والشرب. تابع شكل الزرع، لازم يكون مدور ومتماسك من غير أي إسهال. أي علامة على خمول، فقدان شهية أو أعراض غير طبيعية لازم تتعامل معها فورا وتستشير طبيب بيطري. لو التزمت بالبرنامج ده خطوة خطوة هتستقبل أي حمام جديد بأعلى أمان، وتحافظ على تعب سنين من الرعاية والمجهود اللي بذلته في تربيتك للطيور. أخيرا لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير وخلي غيرك يستفيد. ولو عندك استفسار أو حابب تسأل أكتر أسأل في التعليقات. وما تنساش تتابعنا، عندنا كل جديد في عالم الطيور والحمام، ومعانا هتبقى مربي محترف بفضل الله. سلام وإلى اللقاء في فيديو جديد.